مزيج من روح الفكاهة والجدية والصرامة في نفس الوقت في التمرين الأخير للنادي الأهلي اليوم قبل مواجهة نادي البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري العام غدا في 5 مساء. طبعا استعداد على قدم وساق. التمرين النهاردة كان الحقيقة يعني تحدي كبير جدا من كل اللعيبة لإثبات الذات من أجل استمرار صدارة الدوري وتعويض مباراة الاتحاد، وإن شاء الله حز ال3 نقاط في مباراة قوية جدا ضد مدرب استطاع في المباراة قبل الأخيرة من الفوز على الأهلي بنتيجة غير متوقعة. حقق التمرين النهاردة كان مميز جدا بعد التدخلات الصارمة من المدير الرياضي للنادي الأهلي بعد الأحداث الأخيرة اللي كان بطلها إمام عاشور، ثم سادت الروح العالية في تمرين النادي الأهلي اليوم، وده كان ظاهر على وجه كل لاعبي النادي الأهلي في التمرين، الإصرار والجدية الملازم لهم، كمان روح الفكاهة والابتسامة اللي كانت على وجوه جميع اللاعبين. الحقيقة مهم جدا إن شاء الله مباراة غدا إنه كولر يكون محضر الفرقة بشكل كويس، لأن هيواجه مدرب هجومي من الطراز الأول طارق مصطفى، مدرب بيعرف يهاجم، معاه أدوات هتساعده إن هو يهاجم مع لعيبة على أعلى مستوى من أفضل لعيبة الدوري، وإن كان هو كبداية في الدوري حظه إنه واجه الزمالك وبيراميدز ثم هيواجه الأهلي في مباراة الأحد إن شاء الله، لكن معاه أحمد ياسر ريان، معاه محمد إبراهيم، أسامة فيصل، ياو النور، أحمد مدبولي، الحقيقة مجموعة لاعبين في الشق الهجومي. يعني مهم جدا إنه كولر في تمرينة النهاردة كان يلعب بشكل دفاعي أو يحفز ويلعب على مدافعيه بشكل قوي جدا في الالتحامات، في الثنائيات، في افتكاك الكرة واستخلاص الكرة، الخروج بالكرة من الربع التلت الدفاعي للنادي الأهلي، علشان يقدر في لاعبي الوسط والهجوم إن هم ينتشروا في الملعب بشكل كبير ويضغطوا على مدافعي نادي البنك الأهلي اللي هو أضعف خطوط البنك الأهلي مدافعيه، خاصة محمد عبد الغني اللي إن شاء الله يكون اللعب عليه سبب في حصد ال3 نقاط.